بيحكي فيلمنا عن قاتل متسلسل بيقتل بس رجالة الشرطة والكل بيدور عليه، ورغم انهم عرفوه الا ان محدش قدر يثبت عليه التهمة لانه ذكي، ولكن بنتفاجئ لما بنعرف السبب اللي خلاه يعمل كده. بيبدأ ملخصنا مع الشرطي برانت اللي نايم في بيته ومسترخي، ولكنه بيسمع صوت مجموعة من الشباب بره، وبيقوم يبص عليهم بيلاقوهم بيحاولوا يسرقوا عربية، فبينزل لهم ومعاه مضرب هوكي، وكانوا 3 بيحاولوا يسرقوا العربية، وبرانت حذرهم عشان يمشوا الا انهم استهانوا بيه وقالوا له يمشي لو خايف على نفسه. بس واحد منهم طلع سكينة صغيرة وقرر يثبته وقال له طلع اللي معاك، ولكن برانت قال له تصدق انا كنت بدور على سكينة زي دي. هو بيضربه، فقام زميله قال له يرجع احسن له بدل ما يكتب اسمه على وشه. فبيقول له برانت تعرف انا عمري ما حبيت الهوكي بس استخدمت عصايته دايما للقتل، وبيمسكهم يضربهم العلقه التمام وبيحذرهم يظهروا مره تانية قدامه. تاني يوم بنشوف برانت عند طبيبه النفسي، واللي بيكون طبيب رزل ومش بيطيقه حتى انه بيفضل يساله اسئله كتير عن حياته السابقه اللي مش بيحب يتكلم فيها لانه خارج من مصحه تاهيل. ورغم ان الطبيب عارف بيضايق برانت برضه لانه جاي عنده مغصوب عشان الشرطه اللي مكلفاه بده. المهم ان الطبيب بيهدده يكتب تقرير فيه مش كويس يخلي رئيسه يوقفه عن العمل. فبيقوم برانت بكل هدوء يقول له ان شغل الشرطه هي الحاجه الوحيده اللي بيعرف يعملها، فلو سابها مش عارف هو ممكن يعمل مصيبه ايه، واكيد الرساله وصلت. بيرجع بعدها المكتب وبتروح له الشرطيه فولز اللي بتعرفه انها فشلت للمره الرابعه في اختبار الشرطه عشان تترقى، وبتعرفه ان الموضوع ماشي واسطه وهي زهقت، لكنه بيهديها وبيعرفها ان الوصول مش سهل ولازم تصبر. بيجي بعدها القائد اللي بيعرف برانت باخر الاخبار اللي منزله صورته انه بيضرب الناس في الشارع، وصور الحراميه اللي ضربهم امبارح في الجرايد، والصحفي هاري مطلعهم ابرياء وبرانت المعتدي، واللي بيشرح للقائد كل اللي حصل، واللي واحد منهم هدده بالقتل والتاني طلب محفظته فاكيد كان هيدافع عن نفسه. فبيعرفوا ان الموضوع عدى ويا ريت يختفي شويه عن الاضواء. بيروح بعدها لرئيس الشرطه روبرت عشان يعزف مراته، وبيلاقيه واقف يشرب ومش عاوز يدخل للحرق لوحده، بس برانت بيشجعه وبياخده لجوه عشان يودعها، وبيكون روبرت واقف مش عارف يقول ايه، فبيخلي برانت يحط ايده على التابوت ويقول لها كلمتين وبعدها بيحرقوها. وبياخدوا برانت بعدها يسهروا بره، ولكن وهما بيشربوا سكروا جامد ورماد مرات روبرت بيتسرق منهم، فبيقعدوا يضحكوا خلاص. في الوقت ده كانت الشرطيه ساندرا بتتمشى في الشارع بتتمم على دوريات، وبيجي مجرم غامض بيضربها بالرصاص على غفله، وبتيجي في رقبتها وبيسيبها تنزف لحد ما بتموت. بيكون وقتها برانت راجع بيته وبيكلموه عشان يجي المسرح الجريمه من غير ما يقابل ولا صحفي لان في جريمه قتل. لما بيوصل بيلاقي عناصر كتير ومحققين، ومنهم فولز اللي بتعرفوا ان القاتله شرطيه زيهم واسمها ساندرا، ومحدش يعرف القاتل لانه مخبي وشه وضربها من غير اي خناقه ومش عارفين السبب ايه. بيدخل برانت يحقق مع واحد من الشهود واللي بيكون معجب ببرانت وعارفه وبيفضل يشكر فيه، وده عكس اللي برانت بيسمعه دايما. تاني يوم في اسم الشرطه بيوصل المحقق ناش اللي انتدبوه مؤقتا بدل روبرت لانه مش مركز بسبب موت مراته، ولكن كل الزملاء ما كانوش حابينه وهو شاف رساله منهم عشان يمشي، لكن بيظهر ان شخص هادي ومالوش في المشاكل. بيعقد بعدها القائد اجتماع صغير عشان يعرفوا على الزملاء، وبيعرفهم انه بدل روبرت لحد ما اعصابه تهدى وهيمسك التحقيق مع برانت في قضيه قتل ساندرا. في بيت فولز بيروح لها شاب اسمه جون ولسه تحت السن القانوني، واللي بيكون شاب صغير مخبر لحسابها وجار لها من زمان، وهي بتحميه من العصابات بسبب كام مشكله حصلت له. المهم انه جاي يعرفها ان هو واصحابه قتلوا شخص هندي بالغلط وهربوا وخايف الشرطه تمسكه، بس متاكدين لو مات وطالب مساعدتها. طبعا بتزعق معاه وبتقوله انها حذرته من اصحابه، وبتطلب منه يرجع البيت لحد ما تشوف حل للمصيبه دي. لما بترجع الشغل بتطلب مساعده برانت في الموضوع ده، وبتاخده تشربوا شاي وبتعرفوا ان حد قريبها في ورطه وبتعرفوا اصل القصه. فبيسالها لو الشاب ده حبيبها، بتقوله لا انما جار لها وصغير فبترعاه. بيعرفها ان اللي هيساعدها هو المحقق جريدج. نروح لواحده من الجرايد وبنشوف المجرم بيتصل على الصحفي هاري اللي دايما بيهاجم الشرطه وبيكتب كلام مش كويس عنهم. المهم بيعرفوا انه يقدر يصنع منه شخص مشهور ويبلغوا بالناس اللي هيقتلهم من الشرطه واللي هيكون عددهم 8. بيتخض هاري من الرقم ولكنه عايز يتشهر، فبيتفق مع المجرم على نشر الاخبار قبل اي حد عشان يتشهر طبعا.
المهم انه بيعرفوا ان الضحيه الجايه هيكون شرطي في دوريه وهيتقتل كمان دقايق. وفعلا المجرم واللي بنعرف ان اسمه باري بيروح لشرطي في عربيته وبيعصبه بالكلام، وبعدها بيضربه رصاصه في دماغه، وصاحبه بيتصدم من اللي حصل وكل الناس كانت مرعوبه من المنظر. واول شخص نشر الخبر كان هاري طبعا. عند برانت كان مع ناش بيتكلموا عشان ناش يحب انهم يكونوا متفقين، لكن برانت كان طول الوقت لابس وش الجديه والعصبيه، خصوصا ان ناش اخد مكان صديقه روبرت. لكن ناش بيقول له اننا شركاء وكل واحد يحقق بالطريقه اللي تعجبه، المهم نوصل لنتيجه. وفعلا كل واحد منهم بيشتغل بالطريقه اللي تريحه. يعني ناش كان طول الوقت في المكتب بيدور في المستندات والملفات اللي تقربه من القاتل، اما برانت كان بيلف على كل الاماكن اللي ممكن الجاني يكون في واحد منهم. بس برانت بيقابل واحد اسمه داني واللي بيكون طالب مبلغ كبير جدا مقابل انه يعرفه مين القاتل، بس برانت بيقول له غلطت في العنوان، وبيمسك رجله يضغط عليها وبيهدده انه هيخليه اعرج لانه فكر يستغله، وبيقول له يلا قول من الاول بقى تعرف ايه. بيحكي داني ان من شهر واسبوعين فاتوا في واحد اسمه باري نشر فيديو وهو بيحرق كلب من كلاب الشرطه، ولما سالوه بيعمل كده ليه بيرد ان دي البدايه لتجربه هيعملها، وبيكون شاكك ان هو اللي بيقتل الشرطه. وبيعرفوا انه عضو في نادي بيكوب وهناك يعرفوا عنه اكتر، فبيقرر يروح لهناك وبيسيب داني الطماع يحاسب على المشاريب. بيرجع ناش بيته اللي بيكون مترتب عكس بيت برانت اللي بيزهق من القعده لوحده، وبيروح يزور ناش لاول مره، وبيكون منبهر انه مرتب وعنده كل اللي لازمه، وبيقول له عندك حق ما تخرجش من بيتك. لكن ناش بيستغرب من الزياره وبيساله عن السبب، فبيعرفه انه مش قادر يتحكم في اعصابه لانه مش عارف يوصل للقاتل، وبيساله عن نصيحه يعملها تخفف التوتر عنه والقلق. بيقرر ناش يحكي له حكايه حصلت له لما كان لسه شرطي، وهي ان كان في معتدي بيعتدي على الاطفال وما كانوش عارفين يمسكوا عليه دليل، وللاسف خرج بعد ما قبضوا عليه. وقتها هو ما بقاش يعرف ينام لدرجه انه اخد مهدئات كتير، بس استرجع قوته وقرر يتعامل بنفسه وقتل المعتدي بنفسه وخبى اي دليل عليه. وبعدها اخد اجازه من الشغل لحد ما ريح اعصابه، بس بيتفاجئ ناش بان برانت نام فبيغطيه وبيسيبه لحد الصبح مكانه. تاني يوم برانت بيشكر ناش على استضافته وبيساله لو حصل حاجه، بيقول له ابدا. بيعرفه برانت انه هيروح لنادي بيكوب عشان في معلومات عن القاتل هناك. بنشوف روبرت اللي حالته بقت وحشه وهو بيتسوق، ولما بيرجع لبيته بيبص في المرايه ولصورته مع مراته بيحس انه بيضيع، عشان كده بيظبط نفسه وبيروح للقائد عشان يرجعه مكانه، لكنه بيرفض عشان حالته النفسيه. فبيعرفوا انها تمام والشغل اللي هينسيه موت مراته، لكن القائد بيرفض عشان ناش اخد مكانه ويكمل الاجازه ويبقى يرجع. فروبرت مش بيلاقي حل غير انه يهدد القائد بعلاقاته المتعدده مع البنات من ورا مراته، فبيقول له روح على مكتبك. عند ناش وبرانت بيروحوا البيت باري عشان يفتشوه، وبيدخلوا من غير مذكره تحقيق، وبيكون برانت بدأ يتعرف عليه بس مش فاكر فين. المهم انهم بيسألوه عن فيديو حرق الكلب، فبيعرفهم انه تمثيل والكلب بخير وانه بيحب الشرطة ومستحيل يأذي حد منهم، لكن برانت شاكك فيه ومفيش اي دليل يدينه. وبيعرفوا انه فاكره كويس وعارف انه الشخص اللي ضربه في صالة البلياردو. بعد ما بيخرجوا بيسألوا ناش لو يعرفه، فبيقول له يعني دخل بسبب المستشفى. اما باري بيكون متضايق من برانت جدا ومقرر انه يقتله قريب. بنعرف ان داني واقف مراقب بيت باري عشان يعرف تحركاته ويتاكد انه القاتل وبعدها يبلغ عنه. اما باري بيلم هدومه وبيهرب من البيت ووراه داني في كل خطوه، وبيشوفه بعد ما وصل لجراج وخبى فيه سلاحه وشنطه الشغل واللبس اللي قتل بيه قبل كده. عند روبرت كان راجع بيته وما كانش واخد باله انه باري وراه، وعرف الدور اللي نزل فيه وطلع له، واول ما فتح الباب هجم عليه، بس روبرت وقع المسدس منه وبدأت خناقه بينهم كبيره، وقدر روبرت يجيب شاكوش كان هيضرب بيه باري، اللي بيقدر ياخده منه وبيكسر راس روبرت بيه لحد ما بيموت وبيقتله للاسف، ومن جبروته بيقعد يتفرج على التلفزيون جنبه. وبعدها بيغير لبسه بعد ما سرق زي روبرت، واخيرا ولع في روبرت والشقه ومشي. بيوصل الخبر عن حريق ضخم في شقه روبرت للمطافي، اما باري بيتصل بهاري وبيعرفه كل اللي عمله المره دي وبيساله لو غير طريقه القتل، فبيقول له ابدا بس الضحيه اللي قاومه. بنشوف باري وهو بينقل سلاح الجريمه مره تانيه للعربيه اللي راكنه في الجراج، وبيشوفوا طبعا داني اللي وراه خطوه بخطوه. تاني يوم في الاخبار بيظهر خبير القتل وناش بيتصدم لما بيعرف، وبيروح يبلغ برانت اللي مش بيكون مصدق اللي حصل وصديقه مات، خصوصا لما عرف الطريقه اللي مات بيها. بيطلعوا بعدها على بيته وبتكون الصحافه متجمعه قدام الاسم ومنهم هاري اللي برانت بيضربه لانه بينشر ومش مراعي مشاعر اهل القتيل.
عند داني بيقدر يفتح صندوق العربية بسهولة وبيتفاجئ ان فيها اللي يدين باري بعملته، بس ما كانش يعرف ان باري وراه وقرر يصبر وينقض عليه في الوقت المناسب. اما داني بيتصل على هاري اللي عرفه انه يعرف مين القاتل بس عايز مكافأة على اللي هيقوله، فبيسأله هاري عايز ايه، بيطلب منه 100,000 يقابله بيهم بره وهيخليه يتأكد بنفسه انه بيقول الحقيقة، فبيوافق وبيسأله قابلك فين، فبيقول له على مكان الجراج عند برانت وناش. كانوا بيفحصوا جثة روبرت ومش بيكون طلع من الشقة سليم غير صورة روبرت ومراته. في بيت فولز كانت بتلبس عشان تخرج وتقابل الشخص اللي هيساعدها في قضية جون اللي بيقابلها على الباب وبيسألها لو عرفت جديد، فبتقول له يرجع للبيت وانها لسه بتحاول تعرف حاجة. بنشوفها بعدها في مطعم مع المحقق جريدج اللي بتسأله لو برانت كلمه، فبيقول لها ايوه وبيعرفها ان الراجل لسه عايش واصابته كانت طفيفة بس اغمى عليه، ولحسن الحظ ان حد لقاه وسلمه للمستشفى. بتطلب منه فولز يساعدها بس بيطلب منها في المقابل تخرج معاه في موعد، والظاهر انه اعجب بيها وطبعا بتوافق. اما برانت كان سهران عشان عايز معلومات عن باري لكنه مش بيعرف يستخدم الكمبيوتر، فطلب من زميلته انها تدور له في قاعدة البيانات عن اي معلومات تخص باري، وفعلا لقوه مدان في اكتر من قضية وشكله سوابق. نرجع مرة تانية لدان اللي بيتصل بهاري عشان يتأكد لو جابله المبلغ المطلوب قصاد اسم القاتل، فبيقول له ايوه وهيقابله كمان ساعة زي ما اتفقوا. وفعلا قابله في جراجه وفرجوا دان على العربية اللي فيها كل أدلة الجريمة على باري اللي رفض يقول اسمه قبل ما ياخد الفلوس، وكان داني مراقبهم وبعد ما مشوا خبى الأدلة كلها، وبيروح هو وهاري على كافيه عشان يستلم الفلوس، بس داني عرفه انه هيعدهم الأول في الحمام ويرجع له عشان يقول له اسم القاتل، ولكن باري بيظهر لداني في الحمام وبياخد منه الفلوس، وداني اتأكد انه ميت وحلف له انه ما قالش اسمه لسه بس باري قتله برضه. ولما هاري حس انه اتأخر دخل عشان يشوفه واتصدم انه اتقتل، وطلب الشرطة ومنهم برانت اللي جه عشان يحقق معاه وسأله عن سبب مقابلته لداني، فقال له انه طلب فلوس مقابل اسم المجرم وسلمه الظرف فعلا، بس لما حس انه اتأخر راح يشوفه لقاه مات والظرف مش موجود. لكن برانت سأله ليه ما تكونش انت اللي قتلته، فبيقول له ابدا وان في عربية فيها اسلحة الجريمة يقدروا يفتشوها وهيتأكدوا من صحة كلامه، فبيعرفوا انه هيكون تحت المراقبة 24 ساعة عشان لو حب ينشر تاني عن الجرائم بدون اذنهم، لكنه بيطلب منهم الفلوس عشان بتاع الجريدة، فبيعرفوا ان القاتل اخدهم. وبيروح بعدها هو وناش لمكان العربية بس بيلاقوها فاضية، فبيتأكدوا ان المجرم كان مراقب داني اصلا وخبى الادلة الاول. ولما حبوا يتأكدوا من كاميرات المراقبة اللي من العربية دي اتصدموا ان كاميرات المراقبة بايظة، وبرانت اتعصب على الحارس البارد وعرفوا انه هيقاضيه بتهمة الاهمال. اما فولز كانت في بيتها بتجهز عشان تروح لميعادها مع جريدج وفرحانة، وفعلا راحت وقابلته وقضوا ليلة حلوة سوا واتكلموا فيها عن نفسهم وبيحبوا ايه. في التوقيت ده كان برانت لوحده في المكتب مع زميلته سارة اللي بتسأله سهران لسه ليه، فبيعرفها انه عايز معلومات اكتر عن باري وبيطلب منها تشوف له ايه اخر قضية اتمسك فيها، فبتعرفوا تفاصيله انه اتقبض عليه من 8 شرطيين منهم روبرت والشرطية اللي قتلها وكمان فولز و4 تانيين هو منهم. وهنا اتأكد ان فولز اللي عليه الدور لان المجرم بينتقم منهم، وفورا بدأ يتصل عليها لكنها كانت مع جريدج اللي وصلها للبيت وقال لها هتصل بيكي، ففكرت انه ما حبهاش وقال لها كده عشان يخلع منها، ونزلت تهزيق فيه والهرمونات اشتغلت ونزلت وسابته. وكان برانت بيحاول يوصل لها بس مش بترد. وقتها كانت بتفتح الباب وظهر وراها باري بسلاحه، وقبل ما يخلص عليها هجم جون عليه اللي واقف مراقب البيت لانه جارها اصلا، ولكن للاسف باري كان اقوى منه وقدر يخلص عليه بكسر رقبته. كان وقتها برانت والشرطة وصلت بس باري هرب وفولز من الصدمة واغمى عليها واخدوها على بيت برانت، وهناك جريدج راح لهم وسأل عاملة ايه، بس الكل زعقله لانه ما وقفش لحد ما وصلها للباب وان ده تصرف مش كويس منه رغم ان هو اللي طلب يخرج معاها. وما كانش جريدج فاهم هو بيتحاسب على ايه، بس لو مهتم كان عارف لوحده. باري كان فرحان وبيرقص في نص الطريق وبيوقف عربية أجرة توديه الفندق بعيد عن المدينة، وعرفوا السواق ان الأجرة غالية لأن المكان بعيد لأنه شك في مظهره، بس باري طمنه انه هيدفع له، وفعلا وصلوا الفندق غالي. قعد هناك وروق على نفسه بفلوس هاري. نرجع لفولز اللي فات أخيرا وكانت في حالة صدمة لما عرفت من برانت ان جون مات وهو بيدافع عنها، وسألها عن السبب اللي يخلي مراهق زيه واقف عند بيتها، فبتعرفوا ان ده اللي طلبت مساعدة جريدج في قضيته، وكان شاهد ملك في جريمة والمفروض انها بتحميه وكمان بتعتبره زي اخوها غير انه جارها. وفضلت تعيط وهي منهارة عليه لانه لسه صغير ومات بسببها،